خبر عاجل. عندما يغضب الملك محمد السادس على كبار رجال الأمن. إليكم التفاصيل، ولكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس. لا يتعرض رجال الأمن لغضبات الملك فحسب، وإنما يقعون أيضا لغضبات مسؤوليهم المباشرين. فمن بين المهام التي توكل ولاة الأمن على الصعيدين الوطني القيام بتفتيش ومراقبة أداء موظفيهم، حيث تكون غالبية الخرجات والزيارات الأمنية التي يقومون بها موضوع تقارير يتم رفعها للمديرية العامة للأمن الوطني، ويتم اعتمادها غالبا في الحركات الانتقالية التي تجرى كل سنة، حيث العرف المعمول في هذا الإطار هو تغيير مسؤولين أمنيين محليين كل 4 سنوات بهدف ضخ دماء جديدة وإعطاء نفس جديد للمناطق المستهدفة، بهدف استتاب الأمن ومعالجة الاختلالات الناجمة عن قصور بعض الموظفين نتيجة بقائهم مدة طويلة في مناطق أمنية معينة بحسب عميد الشرطة المتقاعد محمد أقديد. فإن غضبات الملك محمد السادس على المسؤولين الأمنيين تتم غالبا عندما يتم اختراق موكبه بشكل مفاجئ، مما يعد تقصيرا غير مسموح به من قبل أولئك المسؤولين. شكل العقاب يتخذ غالبا طابع لإبعاد وعدم توقيف الرتبة، وهناك مسؤولين أمنيون يتم إبعادهم لبعض الوقت قبل صدور العفو عنهم. وغضبت الملك على كبار مسؤولي الإدارة الأمنية شملت في وقت سابق الجنرال حميد دولعنكري عندما كان مديرا للإدارة العامة للأمن الوطني على خلفية ثورة المدير العام السابق لأمن القصور الملكية عبد العزيز إزو في شبكة لترويج المخدرات. الغضبة شملت أيضا عبد الحق باسو المدير العام السابق للاستعلامات العامة الذي تم تنحيته بعد حادث التقاء نجل رئيس دولة السنغال بمطار محمد الخامس بدعوى حيازته لكمية من المخدرات.